السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب وعلى آله وسلم. كنشكروا الناس اللي كيعاونونا وكيساندونا في هذه القناة. واليوم جبنا لكم هذه الوصفة ديال السوبة ديال الحوت والسر ديالها. ان شاء الله نتمنى تروحكم وتكونوا في صحة جيدة. الوصفة ديالنا والأسرار ديالها تكون هائلة وزوينة. هادو هما المقادير: عندنا فلفلة خضراء، فلفلة حمراء، عندنا هادي مطيشة الحك، عندنا الملحة، عندنا الحوت، عندنا هاد الزبل ديال الحوت حتى هو، عندنا مزوز نزينو، وعندنا الثومة. نبداو على بركة الله. نقطعو الثومة، كما بغيتو نتوما. وخا تخليوها غليظة شوية ماشي مشكل. لا نحط الثومة ديالنا، الزيت البلدية. هاد السوبة غتسوي غير بزيت البلدية بس. هنا درنا الماء يسخن باش نلوحو. هذا باش نديرو السوبة هنا علينا ان شاء الله. كنلوحو الفلفلة غير النص غنديرو. الفلفلة حمراء. هاد السوبة اللي كتجي هائلة. حركوها على ما تغلي شوية، خليوها تغلي شوية، خليوها تشحر مزيان. اللي كيعطينا الذوق والسر اذا بعد ما طاب هذا ديال الحوت احنا خرجناه باش نديروه في السلطه ان شاء الله. نسميوه تتبل قلبه شويه. نص معلقه ديال الزيت صغيره. نخليو مزيان السر ديال هذا. فلفله حمراء نزيد واحد شويه. نحركوها شويه. ديالنا بدات كطيب ها هي. دابا ان شاء الله غندوز عليها الطوماط يعقلوا معايا. هذه هي اللي كتزينها مزيان. حاولوا ديروا النص ديال الطوماطي. حركوا شويه، خليوها طيب على واحد 10 دقايق على الاقل. مع بقات هذه ديال الطوماطين معجون. حركوها مزيان. نهزو الماء ديال الحوت. نخلو واحد 2 مرفات. ديرو 2 ونص. الزعتر عقلوا معايا. هاد الوصفه اللي كتجي هائله. معلقه صغيره كنحركو. اذا كنلوحو الحوت ديالنا.
نزيد واحد كويز الماء. كنلها على الجوج كيسان الماء، غنخليوها طيب على خاطرها. هادي هي الصوبة ديالنا الهائلة اللي كتجي كتحمق. كنغطيو واحد القصيم اللي كتغلي بالضبط. خلينا 5 دقائق اخرى باش تعطينا اللون وتزيد طيب شويه. هذا هو السكريتو اللي عطيناه يعطيناكم. اذا الصوبه ديالنا وجدات، نتمنى تروحكم ان شاء الله. اللي جات فنه، كتجي فنه بهاد الفلفله. ممكن نزيدو معها الحمص ولا الشعريه، ولكن انا كنصورها لكم كتجي هائله هائله هائله. كتحمق. اذا نتمنى تاكلوا هاد الصوبه ان شاء الله اللي جات فنه. شوف كتجي، شوفوا. شاركوا معنا في القناه وديروا جيم وعاونوا. السلام عليكم ورحمه الله.